السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح نديروا حلوى جافة بمقادير بسيطة. راح نديروها بدون بيض، وبلا ما نطول عليكم راح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 250 غرام تاع زبدة او مارغرين تكون بحرارة الغرفة. راح نحط لها 4 حبات تاع الجبن. هنا اي تقدروا تستعملوا اي نوعية. انا استعملت لافاش كيري. كما شفتوا حطيت 4 حبات، ورايحه نحط لها 3 ملاعق كبيره تاع السكر الناعم. هنايا اللي ما تحبش السكر بزاف تقدر دير غير 2 مغارف، تكتفي بملعقتين فقط هكذا باش الحلوى ما تجيش حلوه بزاف. وهنا ما نساوش لازم السكر لازم نغربلوه. انا راني غربلته من قبل هكذا باش الفيديو ما يجيش طويل. وحطيت لها مغرف صغيره تاع لافاني. انا ما يهمش لافاني سائله او بودره، ورايحه نخلط مليح حتى نتحصل على قوام كريمي. وهنايا تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي او الخلاط اليدوي، ماشي مشكل. راح نخلط مليح حتى نتحصل على قوام كريمي. شوفوا الخليط اللي تحصلت عليه. هنا عندي كاس تاع المكسرات، هنايا كيما تحبوا. اللي عندها اللوز دير اللوز، واللي عندها الكاوكاو دير الكاوكاو. كنت حمصته وطحنته رقيق كيما راكم تشوفوا، ورايح نخلطه مع الزبده هكذا حتى نتحصل على قوام كريمي. وهنايا راح نحط الفرينه كيما شفتوا. حطيت الكاس الاول ورايح نحط الكاس الثاني. هنايا انا الفرينه راني مغربلتها من قبل هكذا، ورايح نحط لها نص ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، ونخلطها هكذا مع الفرينه. ومن بعد نجمع العجينه بيدي هكذا. راح نلمها غير باطراف الاصابع هكذا باش الحلوه تاعنا تجي خفيفه وما تجيناش معلكه هكذا. بهذه الطريقه نلم العجينه تاعي كيما شفتوا. هنا تخصها الفرينه، راني حطيت لها الكاس الثالث، ورايح نلم العجينه تاعي حتى نتحصل على القوام المطلوب هكذا. نلمها غير باطراف الاصابع. هنا مازالها تلصق. هذا الكاس الرابع مي رايح نضيفوه غير بالعقل، ما نديروش دفعه واحده هكذا باش الحلوه تاعنا ما تجيش العجينه تاعنا ما تكونش يابسه. بهذه الطريقه هنا العجينه اللي رانا حابينها لازم تكون طريه هكذا. ونلم العجينه. هنايا بالنسبه للفرينه انا درت لي 3 كيسان، والكاس الرابع يعني بقى منه غير ملعقه كبيره كما راكم تشوفوا هكذا. شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها، شوفوا القوام تاعها كيفاش راهي طريه ماهيش يابسه وما تلصقش في اليد. شوفوا يعني الكميه اللي بقات لي حوالي مغرف كبيره تاع الاكل كيما راكم تشوفوا. هنايا انايا عندي سنيوه تدخل للفرن، درت لها ورق الطهي وراني نشكل في العجينه تاعي. انا هنا العجينه شكلتها كريات، يعني حجم الكريه 25 غرام. وهنايا كيما تحبوا، لا حبت الحبه تجيها كبيره شويه كبيره على هكذا ديرها 28 ولا 30 غرام، هذا يرجع ليكم. وكما راكم تشوفوا انا راني كي حطيت الحبات خليت يعني الفراغ بيناتهم هكذا كي يطيبوا ما يلصقوناش في بعضهم. وبالنسبه للفرن انا راني شعلته يسخن من قبل على 170 درجه هكذا. كي نكمل نشكل الحلوى تاعي ندخلها للفرن نخليها طيب. كي نشوفها حمارت من تحت يعني ما خلوهاش تحمر بزاف، نشعلوا لها شويه من الفوق ونطفوه. وهنايا بعد ما طابت الحلوى تاعي كما راكم تشوفوا، هنايا راح عندي شوكولا بذوق الحليب ذوبتها في حمام مائي كما راكم تشوفوا. زدت لها شويه تاع الماء يعني شويه ما سخون حتى تحصلت على هذا القوام. انا ما زدت لهاش زيت لان النوعيه تاع الشوكولا اللي عندي كي نزيد لها الزيت تفسد لي كما راكم تشوفوا. هنا الحلوى تاعي خليتها حتى بردت مليح باش راني ندير لها شوكولا. وبالنسبه للكميه تاع الحلوى انا قسمتها على 2 على 2، يعني النصف راح نديرو في الشوكولا والنصف الاخر راح نديروه في الكفرات. وهنا لكم الاختيار، اللي حبت ديرها كامل في الشوكولا ديرها، واللي حبت ديرها في الكفرات ديرها في الكفرات. هنايا ماشي مشكل، هنايا الاختيار يولي لكم. كما راكم تشوفوا راح نحطها في الشوكولا ونحي لها كامل هذاك الزايد حتى نكمل الكميه. وبالنسبه للكميه تاع الحلوى كامل اللي درت لي 35 حبه، يعني كميه لا بس بها
نكمل الحلوى تاعي بنفس الطريقه هكذا. وهنا بعد ما نشفت الحلوى تاعي كما راكم تشوفوا، يعني بنفس الشوكولا درتها في كيس حلواني، وراح ندير هكذا خطوط عشوائيه كما راكم تشوفوا. نخلو الشوكولا تاعنا حتى تجف تماما، ومن بعد نديروا لها الخطوط بالشوكولا. وهنايا عندي مربى تاع المشماش كما راكم تشوفوا، وعندي هنايا قفرات. هنايا كنت سكرفشتو في الخشين، يعني ما ديروش في رقيق ولا ترحوه في الروبو، راح يتعجن كامل. من الاحسن انكم تسكرفجوه. ورايحه نحكم الحلوى تاعي كما راكم تشوفوا، راح نحطها في المربى تاع المشماش، ومن بعد نرمدها في القفرات. هنايا القفرات ذوق لافاني. بهذه الطريقه نحيها من المربى تاع المشماش، راح نحطها في القفرات بهذه الطريقه. وهنايا اللي حبت ما تحبش القفرات تقدر دير مكسرات، دير كاوكاو ولا لوز يكون مطحون خشين هكذا، يكون محمص، اكيد يكون محمص هكذا باش الذوق تاعو يجينا مليح. وريح رمت فيها الحلوى تاعي بهذه الطريقه. نديرو كميه مليحه تاع الكفرات هكذا باش تتغطى لنا كامل حبه كيما راكم تشوفوا. يعني طريقه سهله حلوه بسيطه. درتها يعني بلا طابع، يعني ما تديش الوقت بزاف. كيما راكم تشوفوا ندير لها كميه مليحه ونضغط عليها هكذا باش يشد لنا كامل هذاك الكفرات. راح نزيد الحبه الاخرى حتى نكمل كامل الكميه. وهنا انا عندي الكرز المصبر، هذه الخطوه اختياريه يعني فقط للتزيين. واللي ما عندهاش الكرز المصبر تقدر تستغنى عليه، يعني تخلي الحبه كما هي. هنايا برك انايا حبيت ندير لها التزيين. كما شفتوا قسمت الحبه تاع الكرز على اثنين، يعني الكرز المجفف، ودرت لها شويه تاع المربى وحطيتها على يعني فوق الحبه هكذا باش ما تطيحليش بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هاي لك الحبه كيفاش خرجت، يعني تزيين بسيط. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا لنهار اليوم. شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله في الشكل ولا في الذوق، جات ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. بالنسبه للكميه كما ذكرت فيما سبق درت لي 35 حبه، يعني كميه لا باس بها. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات. يعني مم ذوق مختلف، يعني ذوق الشوكولا وذوق تاع الكفرات ماشي كيف. راح نقسم لكم الحبه باش تشوفوا. شوفوا كيفاش جات من الداخل. هاي لك ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش تدعموني بجد، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.